السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسني من قناة بيراميد زاوي. وحشتوني جدا جدا. جاي النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهي أهم أخبار نادي بيراميدز. أهم الأخبار إنه أول خبر معانا طلعت لك خبر كده من موقع أهلاوي بيقول لك إنه محمد رضا بوبو بعت رسالة للأهلي. قال لهم فيها ان انا جاهز اجي الاهلي والعب في الاهلي وانا همشي من نادي بيراميدز. فطبعا القلعه الحمراء، وانت عارف طبعا من يوم الزمالك ما بقي قلعه لازم الاهلي يبقى قلعه. امال ايه ده قلعه وهنجيب جنود وهيمسكوا سيوف وسهومه وشغل زي كده، يعني زي بتاع ايام صلاح الدين يعني وعنتر بن شداد، فاهمني؟ فردت القلعه الحمراء قالت له لا يا بوبو، احنا مش محتاجين خدماتك يا بوبو. ما هذا الجمال والعطاء يا صلاح الدين؟ نادي هفاق يعني. اداريين النادي كلهم هفاق، انت فاهمني؟ ما عندهمش تفكير. ادي الكلام بتاعهم. موقع لو طالع يتكلم بالطريقه دي، طب انت متعبطه؟ متعبطه ولا إيه؟ ما هو لازم تفوقوا. ما هو ده مستحيل يكون عقليه ناس بتشجع دي. يعني لاعب نازل مستواه في النادي ومشيناه مودينه اعاره لسيراميكا كليوباترا، هيجي يقول لكم اخذوني. ناس تعبانه، وفي ناس تلاقيها تعلق لك وتقول لك لا والله ما يدخل الاهلي. عارف دي بسم الله ما شاء الله، ده عايز الشمس تجيبه كده وتنمه تحت الشمس وتسيبها تضرب فيه. ليه؟ خلاها تطلع النتانة اللي في المخ، يبقى المخ مزنخ من جوا، تعبان. نيجي تاني في خبر تاني يقول لك النادي المصري يفكر في قطع العلاقات مع بيراميدز. طب ليه يا نادي يا مصري عايز تقطع العلاقات معاني؟ انا قلت اكيد يعني ممدوح هديه وهو سايق بالسياره كده وعامل زياره عند النادي المصري ولا حاجه، راح خابط سياره كامل ابو علي. قالوا لي لا ما عملش كده. طب ما دي اللي فيه. طب يكون مثلا احنا مثلا طلبوا مننا لاعب ناشئ وما رضيناش، قالوا لا. امال ايه؟ طب يعني ما دفعش حساب القهوه؟ ما نكون ممدوح يد وكان قاعد مع كامل ابو علي تار وما دفعش حساب القهوه وزعلانين هناك في بورسعيد؟ قال لك لا. امال ايه يعني؟ قال لك اصل انتم ما رضيتوش تدوهم محمد رضا بوبو. محمد رضا بوبو قال اللي عمل حركان في الاهلي، قال اللي صح في الاهلي شغال عليه ومحمد رضا بوبو تو اللي فاق. يعني محمد رضا بوبو له موسم كامل معاي ما حد سمع صوته، اول ما طلعته عاره كله فاق وصحي دلو قال. طب عايز ايه المصري؟ قال لك عايز محمد رضا بوبو اعاره. راح نادي بيراميدز قال له اديني محمود جاد، ولو عايز عندي انا حراس مرمى اي حارس مرمى انت عايزه خده، احمد الشناوي اي حد. قال لك المصري قال لا. قال له بيراميدز خلاص ما دام انت لا، امال انا كل ما تجيني اديك لعيبي ده انا ما خدتش منك غير اسلام عيسي والحمد لله كان عطلان. يعني يوم ما خدته منك ب 30 مليون جنيه وجا عندك عطلان ما عملش حاجه ومشي، يعني ما استفدتش بحاجه. طب اديني لاعب، قال له لا. لما انت بتاخد مننا لعيبه عادي يعني، امال اشمعنى عندك انت وعندي انا لا؟ طب هل النادي المصري البورسعيدي هياخد الكونفدراليه؟ انا بقول لك اهو في القناه دي وسجلها علي، مستحيل. مستحيل المصري ياخد الكونفدرالية. ليه؟ التاريخ بيقول لك ده، مش أنا والله ماني. التاريخ بيقول لك ده، بيقول إنه المصري دخل الكونفدرالية دي 15 مرة ما وصلش حتى نهائي مرة. الله دايما بياخد على وشه وبيطلع. آخر كاس بطولة خدها من 35 سنة، إذا كان هو ما عرفش ياخد كاس مصر. أنا ديني متأسس ل 8 سنين خدت كاس مصر عادي، وصلت ثلاث أربع نهايات وخسرته. هو ما عرفش. طب هل مش هتاخد؟ لما تدينا الحارس احنا ننافسوا بيه. ادينا الحارس يا عم وانت خد حارس على قد مستواك. لا طبعا يزعلوا من كلامي ده انا عارف، لكن دي الحقيقه، اقسم لك بالله دي الحقيقه. يعني انت هيفيدك بيها، مش هتاخد وهتشوف. ومحمود جاد اللي انتم شايفينه ده والله حارس اقسم بالله عادي جدا. حارس عادي جدا يعني، مش الحارس اللي هو انتم فاكرينه توب، لا والله العظيم ما توب. يعني هل زي محمد الشناوي؟ اركن على جنب. عارف محمد الشناوي في اسوء مستوى ليه كده 4 مرات. طب هل هو زي حمزه علاء؟ لا ده حمزه علاء اعلى منه بمراحل. انا بكلمك حقيقي. لما ليك ده هو كده. قال له بيراميدز لا انا هطلع له سيراميكا. طب انا يوم ما ادور على نادي دلوقتي انا متعامل معاه مش هلاقي زي سيراميكا. سيراميكا عايز صديق وجوله اتفضل يا باشا. عايز القندوسي صبر يا باشا بس يسووه لك وتاخده.
سيراميكا عايز اي حد من بيراميدز، اتفضل يا باشا، ليه المعامله كويسه. طب انا اتعامل معك انت كمصري مش راضي تديني لعيبي، لما انا بروح السيراميكا وباخد اللعيب اللي يعجبني من سيراميكا وبديهم، اديتهم 4 لعيبه. سكواد السيراميكا ده اللي انت شايفه ده مش هيفضل في المركز ده هياخد الثالث، والزمالك هيلعب على الرابع المستوى دي وهتشوف. فانا عشان اديك انت كمصري لازم تفيدني، لازم اللي مبادلي، لان انا مش عايز فلوس، النادي مش عايز فلوس. انما انت تعمل لي نفسك انك انت بلغه الغرور والكبرياء، لا ما ينسي، انسي، ما فيش الكلام دي. فده طبعا هي لو عايز يقطع العلاقات خالص نقطعه خالص العلاقات عادي، ما عندناش اي مشاكل احنا. يا كابتن ممدوح عيد اقطع العلاقات نهائيا وما تعودهاش تاني. في ما في 100 نادي في الدوري المصري والدرجه الثانيه، يعني مش هتأزم على لاعب من النادي المصري. وبعدين احنا ما بنتهددش من حد، اللي يقول لي هنقطع العلاقات احنا بنقطعها على طول. ما تفكرش يعني انت هتقطع العلاقات، لا ده احنا بنقطعها على طول، ما بتفرقش معانا اي حاجه. آه، المفروض يعني تبقى في الادارات تفكير صح. طبعا انت شايف التفكير تفكير تعبان. انا هني طلعت وقفت مع غزل المحلي لما كانوا عايزين ياخدوا لعيبه مننا اعاره، وطلعت هجمت الاداره وقلت لا طلع اعاره لغزل المحلي. ليه؟ لان انا غزل المحلي محتاج لعيبي، وانا عايز افضل في الدوري وعايز اللعيبه بتاعتي انا تتمرس. فانا اللي انا قاعدين عندي دول لو يطلعوا الغزل المحلي انا هستفاد كنادي، هم هيستفادوا، وبالدليل طلعنا 2 الغزل المحلي. فاحنا يعني احنا مش مقصرين مع حد، وان شاء الله يقدم مستوى كويس ويرفعوا راسنا معاه. فانت كنادي تعمل كويس، انما انت هتبص لي بطبقيه انا ما شايفاكش. احنا الاهلي مش بيشوفوه، لما تبص لنا كده مش بيشوفوه، لما بص لنا كده رحنا جبنا رمضان صبحي والحد دلوقتي في القنوات كلها. فاحنا مش بنشوف حد قدامنا. الزمالك برضه بص كده خدنا منه اوباما بيدعك وبيبكي. فما هي ما فيهاش، هتعلي صوتك اعلي صوتي، تحترمني احترمك. دي كانت اهم الاخبار. بتمنى برضو ان انتوا ما تاخدوش من الاخبار بتاعتي ده رمضان جاله عرض من الزمالك. عارف ده الكلام دي كل سنه، كل سنه رمضان جاله عرض من الزمالك، رمضان جاله عرض من الزمالك، ده كل سنه على الوضع دي، كل سنه على الوضع دي، رمضان جاله عرض من الزمالك. الزمالك عشان اريحك خالص انا، الزمالك يا جماعي ما قدرش يدفع 200 ألف دولار. عارف اللاعب التونسي اللي جابه اللي عنده 21 سنة دي، أنا هريحك في القصة. الزمالك اداه كام؟ اداه 200 ألف دولار كاش، جابه وال300 هيقسطها له، وده لاعب ناشئ. فهيجي ياخد رمضان صبحي اللي بياخد مع ياناي 2 مليون و500 ألف دولار. لكن هو مش عارف يجمع 700 ألف دولار يجدد بها لزيزو. يعني فسيبك من الهاكس ده، اسمع الكلام ده ونفض ما تاخدش في بالك. حتى لو ماشي اللي انا عايز اوصلها لك برضه، حتى لو رمضان صبحي ماشي عادي يمشي، لانه مش هو النجم الساطع ولا هو اللي مأثر على مستوانا. لا رمضان قاعد زي ما قاعدش. كان زمان يعني لو انت مفكر في الاهلي كان مؤثر، كان لما يغيب كان يخسر اهلي ويتعادل، لانه كان بيدي بكل طاقته. انما انا يعني مش بيدي خالص رمضان، فغاب مع السلامه. ادي اهلا وسهلا. غاب كام اتصاب كام مباراه ومشى رمضان. قدم الاهلي فين رمضان؟ ما فيش. وتعادلت مع الاهلي وسجلت في الاهلي قبله وانا ناقص لاعب عادي يعني. ما تعولش هم اي لاعب، اي لاعب يمشي في 60 الف سلامه. فيعني سيبكم من الناس اللي بترمي في الكلام ده. احنا اقوى، دايما احنا اقوى. دايما احنا صوتنا، حتى لو كان ما فيش برضه هتسمع صوتنا، لان النهائيات هتوريك مين بيراميدز. كل سنه ان شاء الله نوصل نهائي دوري ابطال افريقي، ان شاء الله نوصل فيه. وان شاء الله يجينا خصم، ما هي اي حد يجي، اي حد يجي ما تفرقش معنا اسامي. احنا مش هنبقى زي الهلال يقول لك الهلال، الهلال. اي حد يجي، اي حد يجي، قلبنا دي جايب اي حد يجي، اللي جاي هيداس زي ما دوسنا الترجي، هيداس عادي ما تفرق شيء. شوف الزمالك دوسناه والترجي دوسناه والاهلي دوسناه، لان انا اتعادل مع الاهلي ناقص لاعب دايسه. هي كده، فما بتفرقش معانا. افريقيا كلها تعمل منتخب وتيجي تقابلني، كله يعملوا منتخب كده ويجوا يقابلوني يندوسوا برضه. تحية لكم يا احسن ناس في الدنيا. على فكرة انت بتشجع بيراميدز، انت احسن واحد في الكوكب كله. لانك انت طبعا هي ما واحد راقي اكيد يعني بتفهم كورة.
شكرا لكم كلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.